تأكل عبدك من إناء واحد؟ لا تقم حتى تفرغ من طعامك يا سالم. لا بأس يا سيدي، قد شبعت. طاب نهارك يا سيدي. ما كان ينبغي أن تكسر قلبه. وتعاتبني في عبدك يا أبا حذيفة؟ ما تقول قريش إن عرفت أن ابن عتبة بن ربيعة سيد عبد شمس يطاعم عبده في إناء واحد؟ يا أبتي ما علي من رأي الناس، أنا أملك نفسي ورأيي. وتملك سالما أيضا. أملك حبي له كبعض ولدي، وما ضرني أن أطعمه في إناء واحد. أليس إذا متنا دفنا في تراب واحد؟ لئن كنتما تدفنان في تراب واحد فإنكما لا تدفنان في لحد واحد. في القبر سادة وعبيد أيضا يا أبتي. منازل القبور ليست للأموات وقد بلوا، إن هي إلا منازلهم في الحياة قبل الموت، ومنازل من خلفوا وراءهم من أهلهم. وما نفع ذلك للأموات أنفسهم؟ ما يصحبهم إلا العمل الصالح. كيف قلت؟ العمل الصالح يبقى بعد موت المرء. قلت يصحبهم العمل الصالح إلى قبورهم؟ أفهم أن يقال يبقى ذكر أعمالهم في الناس، أما أن يصحبهم؟ هل جلست إلى محمد وحفظت عنه كلاما عن البعث والحساب؟ أيقول هذا؟ حقا؟ لم أكن معكم حين جمع الناس عند الصفا، والآن ألا تجلس يا أبتي؟ أجلس على فراش جلس عليه عبدك. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. ما هذا؟ ويل منك يا أبا حذيفة، ويلك وويل أمك وويل أبيك. هذا ما ظننت أني أموت ولا أراه. ماذا أقول للناس إذا علموا به؟ أي ناس يا أبتاه؟ أخشى الناس والله أحق أن أخشاه. ربك يأمرك أن تعق أباك؟ بل يأمرني ببره ما عشت أبدا. وقرن ذلك بتوحيده وهو أصل الإسلام، فقال: وقضى ربك. قلت الآية يا سالم فأنت أحفظ مني القرآن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. بل إن أحدنا لمأمور ببر أبويه حتى لو أقام على الشرك، وجاهد ولدهما عليه لا يطيعهما في الشرك، ويحفظ صحبتهما بالمعروف. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. قد تقدم عليك هذا الذي كان عبدك في حفظ قرآنكم والعلم بدينكم. ألهذا رأيته يقودك في صلاتكم؟ نعم يا أبتي، وإنها لهبة وهبه الله إياها، لا يسمع الآية من رسول الله حتى يحفظها، فهو يعيننا على الحفظ ويؤمني في الصلاة ولا ضير. قد فسدت الأرض ومن عليها، بل أفسدها محمد. يرفع الوضيع ويحط الرفيع، بل يرفع الجميع على صعيد واحد، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، والتقوى ها هنا لا يعلمها ولا يزنها إلا الله. إن كان كما تقول يأمر ببر الأبوين، هذا برك بأبيك، تعصي أمري وتصبر. بل البر ما أدعوك إليه يا أبتي. والله لا أفعل، ولا تقول قريش صبأ عتبة وفارق قومه. والآن قد أطلت جدالي، وأنا أحلف عليك إلا عدت إلى دين أبيك وقومك. تحلف علي؟ بما يا أبتي؟ باللات والعزى؟
بأصنام تصنعونها؟ فإذا تم لكم صنعها سجدتم لها، فأصبح المصنوع عندكم صانعا والمختلق بأيديكم خالقا. هذا خير أم الله الواحد القهار الذي خلق الناس وأمرهم أن يعبدوه ويتخلقوا بمثاله؟ ارحموا كما تحبون أن يرحمكم الله، اعدلوا كما يعدل الله فيكم، أحسنوا كما يحسن الله إليكم، أعطوا كما تحبون أن يعطيكم الله، تفضلوا كما تفضل الله عليكم، كونوا أمة واحدة كما الله رب واحد. أهذا خير أم أرباب متفرقة على مثال فرقتكم، وأوثان صنعتموها على مثال صوركم وأغراضكم؟ فمنذ متى انقلبت الموازين فصار الرجل يصنع ربه؟ ما الذي يجري هنا؟ ما جاء خادمك يطلب حضورنا إلا لأمر جلل. قل لهم يا أبا حذيفة، قل لزوج أختك أبي سفيان، قل لحموك أبي يزيد، قل لأختك. ويلك ماذا أحدثت؟ وهل من حدث في أيامنا هذه إلا ما أحدث محمد؟ سبق ولدك وقد فعلت قبحك الله وقبح ما طلع علينا هذا النهار به. أي عار اضربوا النكع العقوق، وادعوا عليه فتيان عبد شمس يؤذونه ويحبسونه حتى يرجع، وإلا لحقنا منه عار الأبد. اجمعي متاعك واخرجي معي، لا تبقين في ذمته وقد سبق. أنا على دينه يا أبتي، فلا أفارقه ولا أفارق ديني. يا للسوء قبحكما الله من زوجين، أبو عبد شمس وأنا نزوم الناس على ترك محمد، وقومنا يعتمون بنا، ثم يخرج العدو من بيوتنا ومن أصلابنا. الذي بقي لنا من الرأي والحكم بين الناس يقولون أصلحوا بيوتكم أولا، فإن قالوا فقد صدقوا، وما زلتم تتذامرون على محمد فتقدمون ثم تحشمون، فابدأوا بما عندكم يعذركم الناس. أنا أدعوكم إلى الحق وأنتم تدعونني إلى الناس. الحق ما وجدنا عليه الناس وما وجد الناس عليه آباءهم. أيها خير، حي يختار لنفسه ويأخذ من يومه لغده ويمهد لمن أمامه، حي يحتكم إلى أمواته ويأخذ من يومه لماضيه. وإن قلتم الناس فأي الناس؟ ألا ترون أصحاب محمد يزيدون؟ أليسوا من الناس؟ فكيف بكم إذا أصبحتم يوما وقد أظهر الله دينه، وإنه والله لكائن ودخلت فيه كثرة الناس هذه، فما عساكم تقولون كان باطلا في أول أمره وصار حقا في آخره. أبهذا يعرف الحق؟ وإن وقع ذلك وأنتم أحياء سبقكم الناس وتأخرتم، فأين تصير منازلكم منهم عندئذ؟ وإنكم الآن لتعادون النبي خوفا على منازلكم، فإن شئتم أن تحفظوها فاستبقوا إلى الإسلام لتكون منازلكم فيه كمنازلكم في الجاهلية. كمنزل هذا ولربما أدناه، وكيف وقد سبق إلى الإسلام؟ ما أحرانا إذن أن نشتد في عداوة محمد وأن نحول بينه وبين الناس حتى لا يكثروا حوله، وإن كان فالسيف. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. لا أطيق أكثر من هذا، لا أطيق. يا أبا سفيان، ألا تجلس فتسمع مني؟ بل أكرم سمعي. وأنت أبا يزيد، وأنت يا أخي شيخنا يخشى قومه بعد أن سودوه، أما أنت ففتى ما يزال قلبه غضا. أبونا لا يفارق قومه، وأنا لا أفارق أبي. وإن كان يدعوك إلى عذاب السعير. السعير؟ لا أفهم هذه الألفاظ،
النار، الجنة، جهنم. لولا أن يتشفى بنا الخصوم لصرعتك، ولكنني أنتظر حتى يقضي بك أبي.